لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. هذا المواقف وهذا هو المرجو يعني من الأخوة، يعني الأخوة في هذه المؤسسة، مؤسسة الدعم السريع. حقيقة نحن قبل اندلاع هذه الحرب كانت هناك مؤشرات كبيرة. من الذي يقنع دكتور محمد عبد الله والدبوك؟ وعندنا سهم في مواجهة الجماعة دي. ومن الذي يقنع هؤلاء السادة من الدكاترة والأساتذة حتى المحامين والقضاة؟ أنا ما عايز استسهل وأقول يعني استرسل كثير، لكن عايز أقول إنه حميدتي نفسه تعرض لعملية خداع كبيرة، تعرض لعملية بتاعت خداع كبيرة وتم اختطاف الغرار، وفي قيادات حزبية هي الحقيقة هي المستشارة الرئيسية في فترة من الفترات، الناس اللي بيستشيروهم وهم أساسيين في صنع الغرار وديفيشن، يعني تحويل مسار الخط الوطني. لأن أنا واثق أغلبكم في واحدين لما كان بيقول الدين خط أحمر، البلد دي قرارها وطني، البلد دي نحن والجيش ما في حاجة بتمرقنا. أعتقد أي زول وطني كان مشفق على حالة البلد إنها ما تنزلق كان بيقول لنا نحن معاك، ضن في الكلام ده، نحن متفقين معاك. طيب قلت له إذا أنت اتفقت مع دين واتفقت بناجي، من الذي يغني على الآخرين؟ ولذلك يا إخواننا أنا داير أقول في الاتفاق الإطاري وأختم. الاتفاق الإطاري الزول ده أيده وهو جاي من الإمارات، أنتم عارفين جاي من برا السودان في السما فوق، وكلام مكتوب طبعا، وقال أنا أؤيد هذا. أول ما وصلنا الجماعة ديل قاعدين ونحن قاعدين كلنا، قلنا له طيب الموضوع ده موضوع خطير وعنده أثره الاجتماعي والسياسي في تمسك البلد، أنت كيف تؤيد؟ يعني أنا محامي إذا دار أعمل عقد، شروط العقد الجوهرية بديها للأطراف كلها يعاينوا ويراجعوا ويشاوروا، حتى بعد ذاك أعمل الأجريمنت أو الصايم أو أجامضة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نسخ المستشار قائد الميليشيات مسؤول ملف شرق السودان والمنظمات الأربعة الأخرى يكشف خلال مؤتمر صحفي معلومات لأول مرة عن سبب الحرب. أعلن الدكتور عبد القادر إبراهيم علي محمد مستشار قائد الميليشيات الدعم السريع المتمرد ومسؤول ملف شرق السودان ومسؤول المنظمات النسخة من ميليشيات التي سعت لضرب وحدة الشعب السوداني. وقال خلال مؤتمر صحفي بفندق الربوة بولاية البحر الأحمر مدينة بورت سودان انتخار هذا الموقف الوطني، وعلن النسخ قيادة من الميليشيات الدعم السريع مجلس الاستشاري، ومشير إلى أن مؤسسة الدعم السريع تقوم على اكتفاء هؤلاء المستشارين مركدة بوجود 3 مستشارين حالة ظروفهم دون الوصول إلى المؤتمر سيكون معنا في العاصمة الإدارية تحفظ عن ذكر أساميهم لدعوة أمنية. وأضاف أنها وطيلة 8 أشهر الماضية حاولنا قيادات وطنية مثل حلقة وصل بيننا وبين الدول، ومن هناك نقدم لهم التحية، حيث جلس معنا في الخارج إلى أن وصلنا إلى هذا القرار الوطني والذي سيكون له ردة فعل عنيفة من أطراف ميليشيات الدعم السريع ومن شأنه سمعة، ولكن هذا موقفنا الثابت. وقال أنه قبل اندلاع الحرب كانت هناك مؤشرات للحرب، وهناك نحاول أن لا يتم تصعيد بين الطرفين، ولكن عموما الكثيرة دفعت بقوة إلى أن نقوم الحرب، موضحا أن هذه المعلومات تذكر لأول مرة. وقال أن الاضطرار لم يكن وحده سبب رئيسي في الحرب، بل هناك أطماع شخصية لقادة ميليشيات الدعم السريع، حيث كان يرغب في استلام السلطة بالقوة لتنفيذ أجندة خاصة. وقرارات 25 أكتوبر لتصحيحية، والتي عمل قائد الميليشيات الدعم السريع على التخلص من الحرية والتغيير، ومن خلال اعتصام القصر، مبنيا انه كان يشرف ويخطط ويدعم القرار التصحيح وبعض الحركات مثل العدل والمساواة والجيش والتحرير السودان والمسار الوسطي وغيرها. وكانت الميليشيات الدعم السريع اكثر جهة اعتصام القصر، لافتا الى ان الاعتصامات كان من المفترض ان يقوم في القاعدة الصادقة، وتم تحويل القصر الجمهوري بقرار من قائد الميليشيات
ميليشيات الدعم السريع الذي خطط ودعم هذا القرار، وكان الهدف القضاء على الحرية والتغيير، وقد تم ذلك بقرارات أكتوبر الصحيحية. وقال أن الأوضاع أساءت بين الجيش والميليشيات الدعم السريع وتأجج الصراع، حيث كانت القائد الميليشيا تخطط إنشاء أكثر من 3 مؤن منها أبو عمامة والآخرين، وتم الاعتراض على هذا الأمر من قبل الجيش، حيث كانت الميليشيات تقول إنها مشروعات مستقبلية ستنفذها بمبلغ 30 مليون دولار. وذهب التقرير إلى الجهة الخارجية وخرج وفد من القانوني أخ حميدتي لتأكد المشروعات. والمعسكر الوحدات و1000 ومطار بمجرد يبلغ حوالي 35 وداخل البحر. وبدأت المساحات الأولية على المستوى 3 مطارات عسكرية. كانت الخطوة أن تكون قوة الدعم السريع 30,000 جندي. وذكر عندما لم يتم التصديق الأول بدأ الصراع بين الجيش والدعم السريع. حينها هدد حميدتي قائد في حال عدم التصديق للمشروعات ستسلم السلطة بالقوة وتمرير هذا المشروعات. وكان هذا السبب الصادم الحقيقي بين الجيش والميليشيات الدعم السريع. وعندما شعر الجيش أن الدعم تخطى المسؤولين والجيش، وقال عبد القادر إن أنا كنت جزء من اللجنة وهذا المشروع الكبير جدا، وقال الملك للشعب السوداني هذا المعلومات، حيث تم التحشيد ووصول إلى ما وصل عليه من الحرب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.